اخد من كلام حضرتك كده واسالك ايه هي الجرائم اللي بيترتب بقى عليها غسيل الاموال او اللي بتنتج عنها غسيل الاموال؟ المشرع في هذا الباب لم يضع تعريفا محددا لجريمة غسل الأموال، امم. لكننا وفقا لمادة التعريفات لربما نجد تعريف الجريمة الأصلية أو الجريمة السابقة امم. أو اللي احنا قلنا عليها جريمة المصدر. هذه ايوه. الجريمة هو كل فعل وفق ما للتعريف، هو كل فعل يشكل جناية أو جنحة ارتكب أيا ما كان الأمر داخل القطر المصري أو خارجه. امم. بمعنى توسع المشرع في مدلول تعريف الجريمة الأصلية، ما احنا قلنا إن أنا ما عنديش غسل أموال إلا إذا كان عندي جريمة أصلية أو جريمة مصدر. اه. فتوسع المشرع في هذا المدلول وفي هذا التعريف وجعل كل فعل أيا امم. ما كان الفعل، إذا كان هذا الفعل يشكل في نطاق قانون العقوبات المصري جناية أو جنحة، لربما يكون هذا الفعل ينتج عنه أموالا ولربما يكون عرضة لغسل هذه الأموال. امم. يبقى أنا لم يحدد المشرع المصري جرائم بعينها ولم يقتصر على جريمة بعينها أقدر أقول من خلالها أن الجريمة دي لما ترتكب لربما اه. يكون هناك تبعات لها في شأن غسل الأموال، لكن امم. أنا لربما يرتكب جريمة ما بقاش فيها غسل أموال ولا حاجة. صحيح. لكن إذا كان الحديث حديث غسل الأموال فإننا نقول أن هذه جريمة لاحقة، امم. وهذه جريمة من الجرائم التبعية التي لا بد وأن يكون قبل هذه الجريمة أن تتواجد لابد أن يكون هناك جريمة أخرى، امم. وهي هذه الأموال. لأن هو الدافع إيه في جريمة غسل الأموال؟ هو الحيلولة دون اكتشاف جريمة المصدر أو دون امم. اكتشاف الجريمة الأصلية. اه. فيبقى يعني أنا غطاء. بالظبط. نقدر نقول ان هو غسيل الاموال ده غطاء لاموال جايه من جرائم تانية، بيحللوها بالشكل اللي حضرتك شرحته ده علشان تبقى الأموال مشروعة. هم يعني اخواتنا بتوع الاقتصاد بيقولوا ايه على على الاموال دي؟ بيسموها الاموال القذره. امم. فهذه الاموال التي تتحصل عن جرائم معينه لاطفاء المشروعيه امم. عليها لابد ان تدخل في قنوات ماليه مشروعه. صحيح. فهذا هو نطاق جريمه غسيل الاموال او غسل الاموال من الظاهر. لكننا إذا تحدثنا من المنطلق القانوني في شأن التجريم فلا بد أن يكون هناك جريمة لاحقة على هذه الجريمة، كونها جريمة تبعية امم. وكونها جريمة لاحقة يستحيل امم. قيامها منفردة. طيب.